الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج قضايا مصرية. كنا وسنكون سفراء للحقيقة أينما كانت، ونبحث كل المشكلات ونحاول حلها بموضوعية وشفافية. كنا بالمرور بالصدفة لقينا إحدى البنزيمات في مركز سالم عليها عدد ضخم جدا من الناس. ايه يا جماعة؟ قال لك اصل الجاز هيغلى، وبنزيمات تانية مفيش فيها لا جاز ولا بنزين ولا اي حاجة. ايه يا جماعة؟ قال لك اصل البنزين خلص والجاز خلص. طب ليه؟ احنا بنفتعل ازمة، احنا المواطنين اللي بيفتحوا له ازمة. اي حد هيعمل اشاعة ان الجاز هيغلى والبنزين هيغلى تلاقي العدد كبير وضخم جدا من البشر. اقل عربية فيها 20-30 صفيحة جاز وبنزين. اقل هتلاقي عربيات تانية فيها براميل بنزين وجاز، ويخش البنزيمة تديله على طول بدون اي حاجة. احنا لما لقينا الموقف ده طبعا هنطلع ونشوف دلوقتي في فيديو. اتصلنا مباشر بوكيل وزارة التموين عماد بيه حبيب، وعماد بيه قام بالفور ونزل لجنة عشان تفض الازمة دي، تفض ازمة الناس، مش أزمة البنزين والجاز والحاجات دي، لا أزمة الناس. أنت ليه بتطلع تحط صفيحة بنزين بتاع 20 صفيحة 50 صفيحة برميل بنزين أو جاز، برميل جاز أو برميل بنزين، بعد ما يخلص هتعمل إيه؟ أنا عايز أعرف الجاز ده أهو بعد ما يخلص عندك أنت هتعمل إيه؟ هترجع تاني تشتري؟ طب ما كل واحد مننا يجيب احتياجاته من الجاز أو البنزين. احنا بنفتعل ازمه يا جماعه، يا ريت المواطنين نكون عندنا وعي شويه، احنا ناخد على قد احتياجاتنا ما نكترش. نطلع يلا ونشوف الفيديو وارجع لكم تاني. احنا طبعا عشان نبقى عارفين احنا اللي بنعمل ازمات، المصريين هم اللي بيعملوا ازمات في الجاز والبنزين والسولار. ادي بنزين، شوفوا كام واحد حبيبي، شوفوا كام واحد يا جماعه واقف. طب واقفين بيعملوا كده ليه؟ احنا بنعمل كده، بناخد كل واحد فينا كل واحد فينا بيعمل حاجات عشان نغلي البنزين والجاز والزيت. يعني شوف المنظر ده. طب كل واحد ياخد احتياجاته، كل واحد فينا ياخد احتياجاته من البنزين والزيت بس، وناخد احتياجاتنا. احنا بنعمل ثورة ليه؟ بنعمل أزمة ليه؟ احنا بنعمل أزمة ليه؟ ادي اللي احنا شايفينه، احنا اللي بنعمل أزمة، احنا اللي بنعمل أزمة لنفسنا، احنا بنعمل أزمة لنفسنا. دي من إحدى بنزيمات مركز ومدينة سلسال. وشفنا الفيديو ده يصح؟ اللي احنا شفناه ده يصح؟ اقفوا مع بالكوا شوية يا جماعة. البلد محتاجة اللي يقف معاها، مش اللي يهاجمها بالطريقة الشرسة دي. احنا عايزين نعرف كل واحد فينا خد عدد من الجاز عمل بيه ايه. خلص هرجع تاني اجيب. طيب خلي الجاز زي ما انت قلتوا هيغلى ربع جنيه في الرتل، 5 جنيه في الصفيحة، 10 جنيه في الصفيحة. هيعملوا ايه في ظل ان انت بتفتح الازمة؟ ما انا لما اعمل الهجوم الجامد اللي انتوا شفتوه ده على البنزين، هخلص البنزين او الجاز، يبقى انا اللي بفتح الازمة، المواطن اللي بيفتح الازمة. خلي بالكم شوية واشوفكم على خير.